كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. رجعت من الشغل، شلت حاجتي وغسلت ايدي كويس جدا وقلت يلا عشان اعمل لهم اكلة الموسم بقى. ايوه بنطبخ كل يوم، بس زي ما اتربينا في بيت اهالينا ان يوم الموسم ده لازم طبخة حلوة. قبل ما اروح الشغل طلعت طبق الحمام ده من الفريزر وخليته يفك، ولما رجعت غسلته غسلة حلوة. كان عندي معاه مشكلة، وهي ان في حمامتين جلدهم كان متقطع فكان هيبقى صعب حشوهم، بس طبعا انا اتصرفت. بمسك الحمامة وبلوي دراعاتها لورا كده وبحاول اسلك بين الجلد وبين اللحم عشان الحشوه، وامسك رقبتها واقطمها كده. ومهم قوي انك تعملي الحركه دي وبالراحه. شايفين الحمام بيكون شكلها ايه؟ طبق الحمام ده جاي لي من المنوفيه، ومعاه طبق كمان هعمله في وصفه منفصله، هعمل لكم وصفه الحمام بالفريك ان شاء الله. المهم زي ما انتم شايفين بمسك الحمامه وبحاول اسلك كويس ما بين الجلد واللحم وبقطم الرقبه، وبتبقى معايا بالشكل ده. ويلا اقول لكم حليت المشكله ازاي. بس قبل ما اقول لكم حليت المشكله ازاي، يلا كلنا كده ايه نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. جبت ابره وخيط، اهم حاجه ان الابره دي حرقتها كويس على النار علشان ما يكونش فيها اي حاجه كده ولا كده. وبدات اخيط الحتت المقطوعه في الحمام، بس بالراحه واحده واحده، وهتلاقي نفسك خيطتيهم بكل سهوله. دي اول حمامه، كان في حمامتين زي الفل، والحمامتين التانيين كان فيهم مشكله ان هم جلدهم مقطع. بصي الموضوع سهل وبسيط، وهتشوفي ازاي حشيتهم واستووا بقوا زي الفل ولا فرقعوا ولا اي حاجه. عايزه اقول لك الحمامه التانيه دي ظهرها كان بايظ خالص، والحمد لله عملتهم كده على بعض وحليت الموقف. الموضوع سهل وبسيط كده تمام. مسكت الحمام بقى غسلته كويس جدا وسبته يتصفى في قلب المصفى، وبعدين جبت حله رفعتها على نار عاليه ونزلت ب3 4 معالق من الزيت، وعليهم معلقه حلوه كده من السمنه. الزيت على السمنه مهم قوي علشان الرز يكون معاكي مفلفل وزي الفل. نزلت بقطع الكبد والقوانص اللي جت مع الحمام، واول ما اخدت لون نزلت على طول بالبصل المفروم. بصوا بنات، الاربع حمامات دول اخدوا بصله كبيره مفرومه ونص معلقه صغيره من الثوم المفروم وكوبايتين مليانين من الرز، بس كده. بشوح كويس قوي كده كله مع بعضه. بمجرد ما البصل يدبل، انا عايزه البصل يدبل بس، هننزل بالبهارات: ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر و7 بهارات او ال11 بهار وفصين 3 كده مستكه وشويه ملح. واوعي تنسي القرفه، انا كنت هنسى القرفه بس افتكرتها، حاجه بسيطه كده بتدي طعم حلو قوي 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 الرز الحمام. بشوح كله مع بعضه وبعدين بنزل بالرز المغسول، ما نقعتش، غسلت وصفيت بس. بقى اشوح كله مع بعضه كده كويس جدا 3 4 دقايق علشان الرز كده يعمل ايه، يبقى مفلفل معاكي، مش على طول تنزلي بالميه المغليه. تمام كده. شفتوا هنا القرفه لما افتكرت. نقلب تاني كويس قوي كده، وبعدين بقى ننزل بالميه المغليه. الميه تغطي الرز كويس مش اكتر من كده. هقلب كله مع بعضه كويس، واول ما يغلي اهدي عليه النار 10 دقايق بس، وهيبقى معايا زي الفل. انا عايزاه نص سوا، مش عايزاه سوا كامل. في نفس التوقيت كنت رافعه حله على نار عاليه فيها ميه، واول ما الميه غليت نزلت بقطع اللحمه. انا النهارده استخدمت لحمه قطعيه السن، كانت حلوه قوي، طريه وجميله وزي الفل. ونزلت كمان بحته عظمه، لان اللحمه الصغيره مهما كانت حلوه مش بتعمل شوربه، فالعظمه دي بقى بتخليها تعمل شوربه زي العسل. حله كمان بقى فيها معلقه حلوه كده من السمنه. تمام. بصوا بقى، شايفين الحله فيها ريم ازاي؟ الريم ده بيبقى مكان سكينه الجزار، مكان القرمه اللي بنقطع عليها. بصوا بقى، اول ما السمنه قدحت على طول باخد اللحمه وبنزل فيها بالحله التانيه. اللحمه ليها طرق واشكال وانواع، دي اكتر طريقه انا بحب اعملها بصراحه. بنزل بيها الاول كده تاخد الريم كله ده يمشي منها، وبعدين انقلها في الحله التانيه على نضافه كده بمعلقه سمنه، اشوحها تشويحتين وانزل بالميه المغليه. والبهارات بتكون ورق لورا، فلفل اسود وحبهان، وبحب فلفل الاسود يكون حبه عشان ما يغمقليش الشوربه. وبحب انزل بقى عليها بقى بجزر وكرفس وبصل، البوكيه الجرنيه بتاعها بيكون كده فقط جزر وكرفس وبصل. وبسيبها بقى تستوي براحتها خالص. هنا خلاص رز الحمام كان استوى نص سوا، ببدأ اخده كده وافرده في سيرفيس علشان يبرد واعرف احشي الحمام بكل سهولة. قبل ما نحشي الحمام بقى هنسمي بالله، ودايما نحاول نخلي لساننا عامر بذكر الله، لا اله الا الله. بصوا بقى، نجيب الحمامة ونفتحها كده ونحشيها. الموضوع سهل وبسيط. ونجيب رجليها كده يمين وشمال ونقفلها كويس بالشكل ده، ولا سلكة سنان ولا خيط ولا اي حاجة، ومفيش رزاية هتقع في الشوربة، اطمني. بصي الجمال. نجيب بقى الرقبه ونفتحها كده ونحشيها بكل سهوله. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الحمام كان عسل وبهاراته كانت مظبوطه جدا. بصوا الجمال. وكان الرز جواه مفلفل جدا. ايوه كده. شايفين صدرها ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله.
نسيت اقولك ان الحمام علشان ما يكونش معاكي زفر وزي الفل لازم تسيبيه منقوع 10 دقايق في محلول ملحي، يعني ميه وملح، شرايح جنزبيل، شويه فلفل حب حصى يعني كده مش مطحون، ويا سلام بقى كده على عودين كرفس. اوعي تنسي الخلطه دي، لازم تسيبيه منقوع فيها على الاقل 10 دقايق ربع ساعه عشان يديكي نتيجه حلوه وما يكونش ابدا زفر. شايفين الحمامه دي كمان بسم الله ما شاء الله، الله اكبر زي الفل، برغم ان انا مخيطاه لان فعلا كان جلده مهري شويه، بس بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله. بصوا الجمال، حشيت كل كميه الحمام بالشكل ده، وزي ما قلت لك الجوزين حلو قوي عليهم كوبايتين الرز. هنا خلاص الميه غليت، بنزل بالحمام تمام كده، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بشرايح الجزر والبصل والكرفس، وطبعا ورق لورا، حبهان، فلفل اسود، بس كده. عايزه تضيفي قرفه براحتك، بس انا بصراحه ما ضفتش لان انا بحب القرفه في الرز فقط. هنسيب الحمام يستوي من 20 ل 25 دقيقه، وهنا خلاص اللحمه استوت وبقت زي الفل. اضيف لها الملح، انتوا عارفين الملح بيتضاف اخر حاجه. هدي تقليبه، وبصوا هنا بقى الحمام بدا يعمل معايا الريم، ريم بسيط. اشيل كده الريم ده عشان الشوربه تكون حلوه، شوربه الحمام ملهاش حل. عايزه اقول لك ان كل الاكل دلوقتي هنعمله بشوربه الحمام. بصوا الجمال بقى بسم الله ما شاء الله، شويه شوربه عجب. بصوا باخد من الشوربه دي ليه؟ عشان عايزاها تبرد تماما علشان هعمل منها جلاش. مفيش احلى من صينيه جلاش مسقيه بالحمام. وجهزت كمان الطبق ده فيه ربع كوبايه من السمنه على ربع كوبايه من الزيت، وجبت لفه جلاش، وجبت الصينيه، وزي ما انت شايفه كده نص الرقه بره ونصها جوه، يمين وشمال وفوق وتحت، وبدهن بين كل ورقتين وورقتين بسيط كده من السمنه على الزيت. ونزلت باللحمه المتعصجه، اللحمه دي اللي كنت عاملاها معاكم في فيديو الكوسه، فاكرين صينيه الكوسه باللحمه المفرومه؟ كانت وصفه حكايه. هي دي بقى اللحمه المفرومه اللي بشيلها في الفريزر، بتنفعني زي ما انتم شايفين كده. وبعدين ببدا تاني انزل بورقتين كمان كده. بصوا انا بصراحه اتبقى مني 3 4 معالق كنت هشيلهم في الفريزر، ورجعت قلت لا خليني ايه النهارده موسم بقى ايه اصرفي وكلفي وبعزقي يا ساره. عملت طبقه كمان وبدات اقفل الصينيه. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله، قفلي الصينيه كده كويس، وبحب دايما كده فوق انزل بالورقتين دول واقفل بيهم الصينيه عشان الصينيه يكون شكلها شيك وجميل كده لما تقدميها على السفره للولاد. بصوا الجمال، بصراحه انا بحب اعمل ولادي نفس الناس المعزومه عندي بالظبط، كانهم معزومين عندي، لازم يتحط لهم احسن حاجه بصراحه. سكينه بقى كده، وابتدي قطعي الصينيه مربعات، سمبوكسه، مثلث، زي ما انت عاوزه. انا قطعتها مربعات، وكمان بقيت ادهن السطح كويس جدا. وطبعا الشوربه اللي معايا دي مش مضيف لها ملح لاني لسه ما ضفتش الملح للحمام، ضفت لها شويه ملح وقلبته وسقيت بيها الجلاش. اهم حاجه ان الشوربه تبقى دافيه، ما تبقاش سخنه جدا عشان ما تعجنيش الجلاش. هدخله بقى الفرن مسبق التسخين على درجه حراره 200. هسيبه في الفرن لما ياخد من الجوانب لون ذهبي، واقفل الفرن وشغل الشوايه عشان السطح ياخد لون يبقى جميل. ويلا بينا نعمل احلى واسهل واسرع صينيه بطاطس. شرايح من البصل، نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، شرايح طماطم رفيعه، شرايح فلفل رفيعه، والبهارات ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا، والسبع بهارات، وعليهم معلقتين من الزيت. وقلب كل ده مع بعضه كويس جدا، وهنا هتشم ريحه جميله. وبعدين انزل عليهم بشرايح البطاطس وقلب كله مع بعض كويس جدا. شرايح البطاطس سمكها متوسط. شايفين بقى اللحمه بطلعها من الحله كده وانزل بيها كده على صينيه البطاطس، وبعدين اسقيها كلها بطماطم معصوره في الخلاط بس كده، وبرفعها على البوتاجاز عشان تستوي. ولما تستوي كويس ادخلها الفرن تحت الشوايه تاخد لون. دلوقتي البطاطس على النار والحمام خلاص استوى، بطلعه من الحله، بس قبل ما اطلعه من الحله ضفت له الملح، يعني تملحيه قبل ما تطلعيه. شايفين جمال الحمام بسم الله ما شاء الله، ولا رزايه في الشوربه. والشوربه بقى حكايه ما اقولكوش. وصينيه البطاطس كانت عظمه، اللحمه كانت دايبه كده في قلب البطاطس وفي قلب الصوص، كانت فظيعه. بصوا هنا الجلاش خلاص بقى زي الفل، انا عايزاه ياخد لون كمان فجبته كده على جنب، وخدت صينيه البطاطس كانت استوت وبقت زي الفل ونزلتها هي كمان عشان تاخد لون، تختم وتاخد لون حلو كده. بصوا الجمال، هنا شوربه الحمام صفتها وخليتها كمان تاخد غلوه. ودي الملوخيه اللي احنا كنا مفرزينها. عملنا ايه؟ جبنا حله ونزلنا بالملوخيه بدون اي حاجه. الملوخيه الفروزن يعني الملوخيه اللي احنا مفرزينها غير خالص الملوخيه الخضراء.
لازم الحله تكون نضيفه وناشفه، وتنزلي بالملوخيه كده. معايا حلتين تانيين نزلت فيهم بالزيت، حله نزلت بشعريه عشان نعمل رز، والحله التانيه بلسان العصفور عشان نعمل شوربه لسان عصفور. بصي الملوخيه بتبدا تبقبق معايا عشان تطلع اي ماده سائله فيها. شايفين خضرها؟ مستحيل اللي يشوفها يقول عليها ملوخيه فروزن، هيقولك على طول ان هي فريش. خلاص كده بنزل عليها بشوربه الحمام. يا سلام على الملوخيه بشوربه الحمام، حكايه. هنا الشعريه خلاص اتحمرت، نزلت عليها بالرز، بشوح كده شويه. بصوا الجلاش كمان طلع. كل الاكل خلص مع بعض وكله اخد مني ساعه ونص. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله. نزلت بالملح بقى، وسقيت الرز ولسان العصفور بشوربه الحمام، وبرده سقيت الرز ولسان العصفور بميه. لو ما انت تسقي الرز بشعريه ولسان العصفور ميه فقط بتكون خفيفه، لكن شوربه فقط بتكون تقيله، مفيش احلى من الوسط. معايا بقى الوك الكبير الحلو ده، حطيت فيه زيت ومعلقه كبيره سمنه، والسمنه هي سر لون الحمام الفظيع ده. كمان بقى طاسه صغيره كده فيها شويه سمنه، ونزلت بالثوم، واول ما الثوم اخد لون بسيط نزلت بالكزبره احمر كده عشان نعمل طشه الملوخيه. بحمر الحمام وبطش الملوخيه، الريحه قلبه الشارع. يعني عايزه اقول لكم الريحه قلبه البيت كله. الولاد كانوا مريحين شويه، قاموا من النوم ايه الحلاوه دي يا ماما. شايفين بسم الله ما شاء الله حمام واخد لون جميل ازاي، ما شاء الله عظمه. معلقه السمنه بتدي ريحه وطعم وجمال مفيش كده. بصي الحماميه ماليه مركزها ازاي وجميله ازاي، وزي السكر الله اكبر. بصوا الجمال، بصراحه حاجه كانت اخر عظمه. انا المره دي قدمت لكم الاكل في الحلل لان كان لسه قدامنا نص ساعه وناكل، فبصراحه ما حبيتش اقدم لهم الاكل بارد، حبيته يفضل سخن. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله. يا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والى اللقاء في وصفات جايه كتير قوي ان شاء الله. وكنتم مع ساره سمير، وكل سنه وانتم طيبين.